مختلفة من نوعها. تعودوا العراقيين على البذل والعطاء دائما. مبادرة للتبرع بالدم لقواتنا الأمنية. خلينا نشوف هذا التقرير مع مناف الموسوي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. حملة المحارب الصغير هي عنوان الحملة التي يقيمها اتحاد التاكسي العراقي للتبرع بالدم ودعم قواتنا الأمنية العراقية والحشد الشعبي. سنلتقي بمنظمي الحملة والمتبرعين بالدم، ابقوا معنا. اليوم ويانا والد المرحوم علي فراس. السلام عليكم، أنا والد المحارب الصغير علي فراس عبد العباس. الحملة مال التبرع مال اتحاد التاكسي تبرع بالدم. نساهم بها بالتبرع بالدم، وكان ابني كان مرض السرطان بهذا المرض، وكان يعاني من نقص في المستشفيات في الدم والأقراص. ونشكر الاخوان اللي تبرعوا بالدم. هاي الحمله مو اول حمله، هاي اكثر من حمله من ضمن حملات شبابيه وانسانيه نقوم بها، من ضمنها تبرع بالدم، تبليط طسات، تنظيف شوارع. فحملتنا اليوم اكيد البركه بالاخوان الاعضاء الحاضرين. يتم التنظيم لها من خلال الفيسبوك، ننزل منشور يا بعدنا تجمع شباب الجمعه مثلا هاي تبرع بالدم، فنشوف البركه بالشباب موجودين ما يقصرون، كلها تفزع. ايش قد تقريبا عدد؟ والله حاليا الحاضرين اليوم يعبرون ال 150 وشوي، يمكن بسبب القطوعات كان زاد العدد. احنا حملتنا السابقه كانت 400 متبرع، فان شاء الله احنا نقول القادم افضل. الشوارع بلكت مفتوحه وان شاء الله قادم افضل. اعزائي المشاهدين، اليوم حتى ذوي الاحتياجات الخاصه يشاركون في هذه الحمله، اذا هو شعور وطني متنامي بان هنالك واجب تجاه ابطالنا في القوات الامنيه وايضا اخواننا في الحشد الشعبي اللي يقدمون البطولات على السواتر. مرحبا بك. اهلا وسهلا. اليوم سبب تواجدك هنا هو شيء بسيط نقدمه للحشد. نعم. هذا اللي يوقفون على السواتر برد وحر، هذا ابسط شيء اللي نقدر نقدمه. أعزائي المشاهدين، كثيرون هم الذين يتبرعون بالدم لأجل قواتنا الأمنية ودعمهم. راح نلتقي بأحد الشباب يعني اللي لازمين سرة طويل حتى يتبرعون بالدم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي، الله يحفظك. الله يهديك. نشوفك تبتدي العلم العراقي واقف هنا حتى يعني ضمن سرة حتى تتبرع بالدم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء احنا هاي الحملة نظمناها انطلاقا من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هذا الباب انه هاي اقل شيء نقدمه للقوات الامنيه اللي سهرانين 24 ساعه مضحين بارواحهم في سبيل يقدموا لنا الامن والامان، وهذا دمانه تروح يعني فدوى التراب رجليهم. صديقي شلونك؟ اهلا وسهلا. اكيد ان شاء الله. نعم. وهذا الشيء قليل نقدمه لقواتنا الامنيه. نعم. اي فاحب اقدم شعر الحشد الشعبي. فاقول يا اله الكون عينك على الحشد، الليله عدما ناموا والساتر برد، رب ذول اخواننا يقضوها عوز، 10 يلتحقون بس واحد يرد. شايله تجعب امه وتهلهل وراه، وباسديها وودع موادع لحد، تقول له عند اختك قصيب استاهديت، وانا خلصت القصايب على الولد. هو بمتاعه تلقى العصابه بمتاعه، تلقى العصابه بمتاعه، تلقى العصابه بمتاعه، تلقى العصابه. شكرا جزيلا لك. إلى ممن افترشوا سوح القتال وممن دحروا الإرهاب في كل قواطع العمليات الحربية التي جرت من عام 2014 إلى هذا اليوم.
اليوم الجناح المدني التابع للاتحاد التكسي العراقي نصرة لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي المقدس جئت اليوم جحافل الاتحاد التكسي العراقي للتبرع بالدم نصرة للقوات الأمنية والحشد الشعبي، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح تنعلن كل القواطع العمال تنعلن من دحر الإرهاب، وإن شاء الله يرجع العراق أحسن من قبل، وإن شاء الله يا رب التطور والأمان لكل جميع العراقيين. شكرا إلى الزميل مناف الموسوي لإعداد هذا التقرير، وأيضا كل الشكر والحب والامتنان إلى العراقيين اللي شاهدناهم يقفون بطوابير طويلة من أجل التبرع بالدم من أجل قواتنا الأمنية اللي صراحة إيش ما سوينا إيش ما فعلنا قليل بحقهم اللي نقدمه، لأن قدموا لنا نعمة اللي هي نعمة الأمان، نعمة يعني دا نشوف أنه العالم كله ينظر للعراقيين بنظرة جميلة ونظرة قوة وعز. أكيد كل هذا يعود إلى قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وكل عراقي غيور يحب هذا البلد. راح أروح وياكم إلى الشيف فراس بالبارت الثاني حتى